تغريم عمرو دياب 200 جنيه وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10,000 جنيه في واقعة الصفعة. قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وبراءة سعد أسامة وتعويضه 10,000 جنيه في واقعة الصفعة. وقال عمرو دياب في التحقيقات أثناء إحيائي لحفل زفاف في ماريوت التجمع الأول: تفاجأت بأحد الأشخاص يمسك بيا وشدني وقرصني من جانبي بعد ما تصور معايا، وانا اتضايقت علشان ده تسبب في ألمي وعدم تركيزي اثناء احيائي للحفل، وده جعلني برد ذلك الاعتداء وقمت بصفعه على وجهه لابعاده عني. وعلى الفور تركت حفل الزفاف وقمت باختار المحامي بتاعي لتحرير محضر ضد المشكوك في حقه، وده تسبب في ايذائي بدنيا ومعنويا والتشهير بيه على مواقع التواصل الاجتماعي. انه ظهر في كذا موقع على السوشيال ميديا وادعى اني تعديت عليه بالضرب على وجهه، وكل ده عشان يشهر بيا، وهو ده اللي حصل. وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لواقعة صفع الهضبة عمرو دياب لأحد المعجبين والذي يدعى سعد أسامة. وتضمن مقطع فيديو واقعة صفع عمرو دياب ظهور شاب يدعى سعد أسامة وهو يحاول التقاط صورة مع الهضبة، وأمسك هذا الشاب بملابس عمرو دياب، الأمر الذي أثار غضب الفنان، ثم أزاح يده وصفعه بالقلم على وجهه، وهذا الأمر الذي أثار ذهول الحضور. ولا تنسوا الاشتراك معنا. كان معكم بسمة مجدي.